في القرن الثامن قبل الميلاد هوميروس الشاعر الإغريقي ألف قصيدة الإلياذة والأوديسة. 300 عام من بعد الإغريق اخترعوا الديمقراطية. 2000 عام وشي صريف من بعد نفس هذه الديمقراطية مكنت دونالد ترامب يولي رئيس لأقوى دولة في العالم اقتصاديا وعسكريا. في نفس العام لعبنا بوكيمون جو، الجو العبيط اللي سبب أكثر من 120 ألف أكسيدون غير في الميريكان. عام قبل بات الكارداشينز ولا أمهم، أيام قليلة بعد ما ولا مرأة تفوق على كاع العيالات وخا ما عمروش راه الفوطة الصحية وخدا لقب فام دولاني. في نفس العام فين كانت بسيمة حقاوي وزيرة المرأة عورة والدودية تتقلب على ساكا. باش تعرف واخا أن الإنسان متجه للوراء الخلفي، أما التقدم كاين غير حدا دوار الحاجة. في القرن الخامس قبل الميلاد وبالضبط في مدينة أثينا القديمة، فلاح إغريقي سميتو بوشعيبوس تراكموا عليه الديون اللي كانت يتسلف من الأوريغاركيين وما يرجعش. فجاو لي كوليكتور يتحاسبوا معاه، ما لقى ما يعطيهم، شاف على اليمين وعلى اليسار وهو يبان ليه ولدو ريانوس تيجري حفيان. قال لهم ديو هاد ولد العبد استعبدوه والله يسامح في الدين. قبل ما تجوجي بوشعيبوس وتاخد عليه نظره خايبه، راه ماشي بوحدو اللي خدا جائزه اسوا اب داك العام. هاد الطريقه في الاداء كان جاري بها العمل في ديك الفتره. الناس كانوا تيعانيوا من ازمات اقتصاديه خانقه، خصوصا اللي خدامين في اراضي عند الملاك اللي تياخدوا منهم كاع الغله، تيضطروا يتسلفوا باش يعاونوا راسهم ويغطيو الضروريات المعيشه، زائد يشريو الزراعه والماتيريال. ومنين ما تيقدروش يخلصوا اللي عليهم تيبيعوا ولادهم وعائلاتهم في المقابل كعبيد. استفحلات هذه الظاهره حتى رجعوا نسبة قليلة من مالين الشكارة رابطين الأغلبية بالسناسل ومالكينهم. السناسل البارح ولاو اليوم سميتهم الطريطات. في أثينا بقى الحال مستمر كما هو، مادام الأغنياء مستفدين منه علاش غيبدلوه. حتى لواحد النهار جا هاد الأستاذ اللي سميتو سولون في حوالي 594 قبل الميلاد وقال لهم حبسوا عليا هاد المرقة، حطوا الدساخ. انا عطيتك اخا التاريخ مضبوط باش الا ما تيقتنيش سول شي واحد عاش في ديك الفتره وغيأكد لك هاد الشيء. المهم جا سولون رجل الدوله المحنك وجاب معاه اصلاحات مهمه، حط نظام قانوني عادل اكثر من اللي كان، عفى بعض الناس من الديون وحدد نسب الفائده اقل، عطى الحق لشريحه اوسع من عامه الشعب، انخرط في العمل السياسي والحكومي والغى العبوديه لسبب هاد الديون. الكثير تعتبر سولون هو اللي وضع حجر اساس الديمقراطيه. ومن بعده جا كليستينيس الملقب بأب الديمقراطية في جوايه 507 قبل الميلاد. كليستينيس دار إعادة هيكلة للنظام السياسي اللي بداه سولون، عاود ضميس المواطنين وفرقهم القبائل ودار لهم مجلس سماه مجلس 500 باش الناس تكون عندهم تمثيليات ويشاركوا في الحكم بطريقة مباشرة، تيتجمعوا ويناقشوا المشاكل ويديروا تصويت مباشر عليهم. أكيد في تلك الفترة كانوا مازال ما تختاروا العيالات، هاد الشي كامل اللي سمعتي بما في حق التصويت معطيه للذكور. حسب المؤرخين والباحثين عن جوا منجل كلهم متفقين أن أول ديمقراطية عرفها الإنسان خلقت في أثينا في القرن الخامس قبل الميلاد. ما عرفناش الوقت بالضبط حيث كانوا مازال ما اخترعوا الساعات. هذا المصطلح الإغريقي ديمقراطيا الترجمة الحرفية ديالو هي حكم الشعب. المصطلح مشتق من جوج كلمات، ديموس اللي كتعني الشعب وكراتوس اللي تيقصدوا بها السلطة أو الحكم. في الزمن اللي كانت فيه السلطة غير الملوك والأرستقراطيين والطغاة دايرين ما بغاو، الأثينيين قالوا أجي نجربوا شي حاجة مختلفة، علاش لا ما تكونش نظام حكم ديمقراطي. وفعلا بداو في محاولة تطبيق هذه الرؤية. المشروع اللي ما كانش سهل حيت كيف تتعرف اخا الهومو سابيان هو الكائن الوحيد اللي خاصك تقنعه وشي مرات تسلخو كاع على مصلحته. سولون وكليستينيس وآخرون ما داروش التغيير بسهولة، والأرستقراطيين ما تقبلوش فكرة أن البيزنتس تاهما يولي عندهم رأي ويشاركوا في اتخاذ القرار. عموما اختراع الديمقراطية الإغريقية كان عملية تدريجية تطورات عبر الزمن واللي جا تيدير فيها يديه، وأكيد ساهم فيها حتى المفكرين والفلاسفة اليونان اللي كانوا سابقين عصرهم بحال سقراط وأفلاطون وأرسطو بنقاشاتهم حول الحكم ومفهوم العدالة ودور المواطنين في الدولة. كاع هاد الإصلاحات والأفكار تجمعات وساهمت في إنشاء نظام تركز على المشاركة المدنية والمساواة قدام القانون واتخاذ القرارات جماعية، كونسبت اللي غيتطور ويأثر على المجتمعات المعاصرة فين عايشين اليوم.
بعد سقوط أثينا والحضارة الإغريقية معها، كلمة ديمقراطيا غبرات أكثر من 2000 عام، حتى غتنبع تاني في أواخر القرن 17 في الأمريكان. هاد المرة غتبناها الجمهورية الحديثة اللي تأسست على مبادئ ديمقراطية دستورية. وحتى فرنسا لعبت دور مهم في نشر الأفكار الديمقراطية، خصوصا في فترة الثورة الفرنسية في 1789، فاش ناسو فرانسيس تيأمنوا بخرافة الحق الإلهي للملوك، وفاقوا تيأمنوا بخرافة سيادة الشعب اللي كان هدفها بناء مجتمع أكثر مساواة، وكان لها تأثير كبير على الحركات الديمقراطية حول العالم. ومن بعد تبعوهم دول أخرين وبدأت تتبان درجات متفاوتة من الديمقراطية في أوروبا وأمريكا اللاتينية. هاد العام 2024 هو أكبر تيست غتعيشو الديمقراطية. تقريبا نص سكان الكوكب عندهم التصويت وانتخابات بشكل أو آخر. أكثر من 2 مليار إنسان في أكثر من 60 دولة اللي يجيب يصوتوا هاد العام، سواء في انتخابات رئاسية، حكومية، تشريعية أو صورية. المهم في 2024 كاين الأكشن اللي غيترتب عليها تغيرات داخلية وخارجية وحسابات جديدة في الشأن الدولي. الافتتاح هذا العام كان بانتخابات تايوان في جونفي. تايوان اللي العالم كامل تتبان ليه ديال راسها وعندها ثقافتها وتاريخها والبوباتي ديالها، الا الشينوا تتشوفها ملكيه خاصه. عموما التايوانيين قالوا كلمتهم في صناديق الاقتراع وصوتوا على الرئيس ويليام لي اللي حكومته تتعتبر انتي شينوا، واخا ما ربحوش باغلبيه ساحقه، ولكن هاد الانتخابات تدوز 2 مساجات. اولا غير فكره انهم يديروا انتخابات ديمقراطيه، ميساج الشينوا تيقولوا لهم احنا ماشي بحالكم وما تنديروش الامور بطريقتكم، عندنا انتخابات وتنختاروا التمثيليات ديالنا، ماشي بحالكم خدامين بموديل المرشح الوحيد وحزب واحد هو اللي مستولي على السلطه. والميساج الثاني حكومه انتي شينوا، يعني مايله وطايحه جهه الامريكان وحلفائها. وهنا تيدخلوا بزاف الاعتبارات والحسابات الجيوبوليتيكيه اللي ما عندناش الوقت لهم دابا. في منطقة أخرى في آسيا الأمور ماشي بهذه البساطة والسهولة. الهند وبسبب خصوصيتها وتنوعها زائد المساحة ولا بوبولاسيون الكبيرة، الانتخابات فيها تتاخد أكثر من شهر. هاد المدة ماشي للحملات الانتخابية، هادو تيكونوا دازو، تنقصد شهر غير ديال الاقتراع. ما بين افريل وماي الهنود تعيشوا المغامرات، والمسؤولين تيحسوهم قداش هما مهمين ومرغوب فيهم، خصوصا الناس اللي ساكنين في المناطق النائيه والمعزوله. تيوصلوا لهم بطاقه الناخب بالبغال والجمال لابعد المناطق، حتى من صناديق الاقتراع تيسافروا المئات الكيلومترات في جبال ولوطه، والناس تيدخلوا بالشطيحه لمقر التصويت وتيخرجوا منه بالمون وولكين. الانتخابات عندهم تحتاج لوجيستيك وموارد ماديه وبشريه ضخمه باش يسجلوا الناس ويفرقوا عليهم بطاقه الناخب ويحسبوا الاصوات من بعد. حيت بالاضافه للتنوع في الثقافه واللغه وحتى القضايا الاقليميه، الهند فيها اكثر من 1 مليار انسان اللي يجيب لي صوت. داكشي علاش تيسميوها اكبر ديمقراطيه في العالم. في الهند كاين اكثر من 1000 حزب سياسي، ولكن مودي والحزب ديالو هو اللي عارف من اين تؤكل الضلع. من 2014 هو البريمير مينيستر، وحتى هذا العام كلشي توقع ان مودي اللي غيربح بحال كل عام، وفعلا ربح، غير ما كانش باغلبيه ساحقه كيف ما كان هو وحلفائه باغيين. داز غير دوزان الكلب من تحت الدفه. الدب الروسي حتى هو دوز الانتخابات في مارس من هذا العام وربح أغلبية الأصوات ب 87%. الانتخابات الرئاسية في روسيا تتكون كل 6 سنين، وبوتين من 1999 فاش خدا السلطة عمرو ما زقلش 6 سنين، ديما طالع للبوديوم من بعد استحقاقات ديمقراطية شفافة ما فيها تخوفيش ولا قمع للحريات المدنية ولا اعتقالات المعارضين. بوتين في خطاب النصر طلع قدام الجماهير وقال لهم باللي الأولوية هي تقوية الجيش والحرب في أوكرانيا، أو كما تيعجبو يسميها عملية عسكرية خاصة. وقال الأمريكان وحلف الناتو المخير في دروناتكم شارجيوه، احنا تنشربوا الفودكا ما تيخلعوناش محبي الشاردوني. واحدة من أكبر وأهم الانتخابات العامة هذا العام هي انتخابات برلمان الاتحاد الأوروبي، واللي تتكون مرة في كل 5 سنين، فين أكثر من 400 مليون مواطن أوروبي من 27 دولة عضوة في الاتحاد تيصوتوا باش يختاروا 720 نائب اللي غيمثلوهم وياخذوا القرارات في البرلمان، واللي تعتبر تحدي كبير هذا العام، خصوصا مع عودة أحزاب اليمين بقوة والاحتقان اللي تتسببوا في الشارع من مناهضين ومؤيدين لسياستها، زائد الحرب في أوكرانيا وتكلفتها ومشاكل الهجرة اللي تتفلت في السطح في وقت الانتخابات. في أمريكا اللاتينية وبالضبط في المكسيك الانتخابات هذا العام جابت مفاجأة لأول مرة غتعيشها القارة، وهي انتخاب رئيسة
من فصيلة النساء. يتساءل أحدهم سقط في السادس وتيفوت بلاكتر 40 باش يشري اللبن. كيفاش عطاوها تسوق دولة وهي ما تتعرف تسوق حتى الطوموبيل؟ المهم راه جاوباتو بالصبليونيه، ولكن صاحبنا ما كبطاش للاسف، ما تيدوي حتى لغه. عموما في قاره اللي تتعتبر كرياتها الدمويه تتكون من الميزوجينيه والتكيله، تحسب المكسيك هاد الخطوه الشجاعه. ومادام دور السياسيين في الحياه هو يقجوا المواطنين من جيابهم، ما فيها باس بنادم فاتح على افاق جديده ويجرب قجه دايره المانيكور. وتتبقى أهم وأكبر انتخابات في 2024 هي الانتخابات الرئاسية في الأمريكان، اللي ما بقاش لها بزاف وتحسم لصالح ترامب، حيث الأخرى هي المعسلة. الأمريكان اللي تعتبر راسها أكبر وأخطر ديمقراطية في العالم، تلمو الديمقراطية غير شيطة عندهم، تيدوروا يفرقوها بالإف 16 على دول ما طلبوهاش. الانتخابات في الأمريكان مهمة لسببين. أولا مهمة لنا احنا الناس التافهين السطحيين، حتى نلقاو مادة ترفيهية مدسمة نكونسوميوها. وثانيا حيت واخا الامريكان دوله عندها حدود واضحه في الخريطه، وحيت باقي ما خداش الرخصه باش يكمل ويسد بالجوك على المكسيك، ولكن فعيلها فعيل امبراطوريه توسعيه خاشيه راسها في الشؤون الداخليه ديال اغلب الدول. عرفت هاد اغلب كلمه فاغ. ببساطه اخا اي دوله فيها ماكدو راه داخله في هاد لا كاتيجوري. الامريكان عندها اكثر من 600 قاعده عسكريه في اكثر من 60 دوله، اكبرهم في العالم كاينه في كوريا الجنوبيه، واكبرهم في الشرق الاوسط كاينه في قطر حدا مقر الجزيرة. القناة اللي السلوغون ديالها هو الموت لأمريكا، وحتى اللي تيتفرجوا فيها من بعد ما تيساليو الهلوسة والتبويقة بالشعارات تينوضوا ينعلوا الشيطان ويدفعوا للقرعات الامريكان. عموما مادام الامريكان تلقى زينة فوق الكوكب او خيوبتها، اختار اللي بان لك مناسب. تدعم الحروب وتهندس الانقلابات وتبيع السلاح للطرف والعدو ديالو. اكبر مساهم في حلف الناتو والوحيدة اللي هزه سروال اسرائيل، بلا بها كان غيطيح ونشوفوا محشمها. هاد الشيء كامل تيجعل نتائج انتخاباتها مؤثر في العالم وعنده تداعيات مباشرة جيوسياسية واقتصادية على حياة الملايين الناس. شفنا منين بدات الديمقراطية وتزنا تقريبا على أهم الانتخابات ديال هاد العام. صافي نديرو الكونكلوزيون نتنمر عليك أخا ونفرقوا الجوقة؟ أكيد لا. خاصنا نجاوبوا على جوج تساؤلات مهمة باش تكمل السردية. التساؤل الأول هو علاش الديكتاتوريات والأنظمة الشمولية تيديروا انتخابات، والثاني هو علاش تيكثروا الكذوب والسحاسح في فترة الانتخابات. ماشي كاع البلايص فين الناس تقدروا يمارسوا حقهم في التصويت بالضروره دوك البلايص ديمقراطيه. كاين ديكتاتوريات محترمه جدا وتدير الانتخابات واخا عارفه مسبقا شكون غيربح. منين تسمع ديكتاتوريه، من الاوائل اللي تيطيحوا في بالك هما كوريا الشماليه، الشينوا وروسيا. بوتين شد الحكم في روسيا من 99. جي جين بينغ زعيم الحزب الشيوعي اللي متربع على السلسله الغذائيه ما تياكلوا مع المنافسين والو. عائله كيم جونغ اون شادين الحكم من 1948 وهما تيتنوبوا عليه. واخا هكاك هاد الدول تتنظم الانتخابات والمواطنين تيخرجوا يعطيو صوتهم بحال ما عارفينش نتيجتها قبل ما يعطيو. وباش نجاوبوا على علاش خاصنا نعرفوا بعدا كيفاش تيديروها، حيت كل دوله وخصوصياتها. في الشينوا مثلا الانتخابات الرئاسية ما تتكونش مباشرة. مجلس النواب أو الشيوخ هما اللي تيستيو الرئيس، اللي ديما تيكون زعيم الحزب الشيوعي، وأعضاء الحزب ديالو اللي تعينوه أمين عام باش من بعد يعاودوا يعينوه رئيس، حيث هما الأغلبية. حسب الرواية الرسمية الرئيس منصب شكلي وما عندوش شي صلاحيات نيت، ولكن الواقع تيقول العكس تماما. عنده سلطة وصلاحيات وسيطرة مطلقة على الناس اللي تتاخذ القرارات في مختلف القطاعات المهمة. في الشينوا كان قانون تيمنع أن الرئيس يشد الكرسي ولاية ثالثة متتالية. جين بينغ لغى هذا القانون في 2018 باش يبقى هو الحزب ديالو حاكمين لازون. واش غيبدل القانون باش يبقى في منصب شكلي؟ انا تنقول بوشي. واخا هكاك الله يكتر خيرهم تيخليو المواطنين يصوتوا بشكل مباشر على المسؤولين المحليين اللي تيكونوا اصلا النظام اللي اختارهم، وتتكون الصولات ديالهم محدوده جدا. كاع القرارات المهمه تياخدوها المسؤولين الجهويين واللي تيكونوا من الحزب الشيوعي الحاكم. المهم تعيشوا الناس وهم الاختيار وتوفروا لهم تجربه ديمقراطيه ميدين تشاينا. روسيا تدير مجهود اكثر من الاخرين باش انتخاباتها تبان للعالم اكبر من رمزيه. روسيا بحال بزاف الدول الانتخابات الرئاسيه فيها تتكون بتصويت مباشر. الناس تيكاستيو الفوت ديالهم واللي دا اغلبيه هو اللي تيربح. من برا تتبان اوتنتيك،
عكس كوريا الشماليه والشينوا اللي دايرين سيستم المرشح الواحد. في روسيا تيترشحوا ناس تيمثلوا مختلف الاحزاب، وكاين سيستم الكتروني باش يحسبوا الاصوات، وتغطيه اعلاميه لكاع المراحل. واخا هكاك تا واحد من المرشحين ضد بوتين ما عنده فرصه يربح، تا واحد فيهم ما تيشكل ليه تهديد. النظام غير منشط بهم البطوله، والناس اللي بصح معارضين وإلا ترشحوا يقدروا يديروا شي فرق هادوك اصلا ما تيطولوش. السيستم مقاد باش يقطعوهم من الجدر، تيحرموهم من حق الترشح وتيتعرضوا للاعتقال والهجوم الاعلامي، وتقدر توصل حتى لمحاوله الاغتيال بالسم. اكبر مثال هو الناشط السياسي أليكسي نافالني اللي درت عليه حلقه مفصله غتعطيك فكره اوضح كيفاش الدب الروسي تيلتهم المعارضين. في كوريا الشماليه الانتخابات تيكونوا كل 4 سنين بحال اي ديكتاتوريه محترمه، والناس تيخرجوا يشاركوا في العمليه ويصوتوا بطريقه مباشره. الفرق هو تيتعطاهم مراق فيهم مرشح واحد لكل منصب، وخصهم يختاروا او لا. تكنيكمون ما تيختاروهش، النظام تيكون ديجا اختار، هما مطلوب منهم غير يفاليديو. بلا ما نحتاج نقول لك اخا باللي كيم جونغ الزعيم الاعلى وكاع عائلته ما تيعرفوش الديفينيسيون ديال نو، حيت ما عمرهم سمعوه. وما كاينش شي مواطن في كوريا الشماليه مستعد يكون هو السباق لهاد المغامره، حيت مع غيلوح الورقه في الصندوق مع غيتقبضوا به بوليس المخابرات يكرموه، وغيتم التشخيص ديالو كمريض عقلي. بعد ما تيساليو هاد المواطنين العقلاء من التصويت بنعم تيخرجوا من مراكز الاقتراع وينضموا لخوتهم اللي محيحين برا، تيحتفلوا بمرشحين ربحوا بعد ما لعبوا ماتش ضد روسهم. في كوريا الشماليه نسبه المشاركه في العمليه الانتخابيه هي 100%. كل شيء تيتوجه للصناديق باش يعطيه، حيت تيخاف تشم فيه ريحه المعارضه ويصدق عطيها. كاين العديد من الدول تتشبه لهاد الثلاثه اللي ضربت بهم المثال، بحال بيلاروس اللي رئيسها ألكسندر لوكاتشينكو متربع على العرش من نهار خدات استقلالها، تقريبا 30 عام وهو لابس شاره الكابيتان حتى حفرات ليه دراعو. وبحكم انه مجاور بوتين وحليف ديالو تيتانسبيرا منه بزاف لي تاكتيك والتحرميات باش يستمر في السلطه. وما نساوش بعض الاشادات الشرفيه الخاطرين في هذا الشيء نتاع الاستبداد، بحال كوبا، فنزويلا، فيكتور اوربان في هنغاريا، وسوريا فين بشار الأسد ولا أسد كانيبال قاطع جميع أنواع اللحوم إلا اللحوم البشرية من شعبه. ولكن علاش هاد الدول أصلا تيمحنوا راسهم ويشقاو باش ينظموا انتخابات محسومه نتيجتها؟ غير ضيعة الوقت المجهود والموارد. علاش ما يديروش بحال إيسايس أفيوركي رئيس إريتريا اللي منع الانتخابات من نهار شد السلطه في 1993 وهنا راسو؟ اولا الاعتبارات وابعاد تاريخيه. بعد انتهاء الحرب العالميه الثانيه وخروج الامريكان منها كقوة عظمى بدات تتروج المبادئ الديمقراطية وتشجع الدول الأوروبية يتبناوها، خصوصا اللي عاونتهم في إعادة الإعمار باش تضمن الاستقرار وتطاكي الاتحاد السوفيتي. فترة الحرب الباردة وصراع الإيديولوجيات وإيغويا كبر من إيغوك ما بين المراكنة والسوفيات، هاد الحرب فرضت على الدول تختار في اش من صف غتكون. بزاف منهم اعتمدوا أنظمة ديمقراطية باش ينضموا للرابحة ويواجهوا الشيوعية، بالإضافة أن هاد الفترة شهدت نهاية الحكم الاستعماري. مورا الحرب دول كتيرة خصوصا في آسيا وإفريقيا خداو الاستقلال ديالهم وبداو حتى هما تيدخلوا في أطر ديمقراطية متباينة حسب خصوصيات كل منطقة. المهم دردروا منها شي بركة ولاو تيديروا انتخابات ويكون عندهم تمثيل سياسي. زيد على هذا الشيء المؤسسات والمنظمات الدولية اللي تأسست ساعتها ولا عندها وزن وضغط دولي بحال الأمم المتحدة وغيرها اللي صدقوا على معاهدات ورسموا معايير جديدة وروجوا لحقوق الإنسان والنظام الديمقراطي بالموازاة مع ضغط حركات المجتمع المدني الداخلية. هذا الشيء بلا ما نساو أهم كاتاليزور وهو عمر. الناس اللي قاريين الايكونومي ساعتها بداو تيربطوا ما بين الحكم الديمقراطي والتنمية الاقتصادية، الشيء اللي جعل بزاف الدول تولي تتشوف أن العملية الانتخابية مهمة لتحقيق قفزة اقتصادية. أنا هنا ما تنفيش باللي كانوا انتخابات وديمقراطيات قبل من الحرب، ولكن كانوا قلال ومحدودين في حق التصويت والمشاركة. في الفترة اللي كان فيها ثلث العالم تيقتل في بعضياته والثلث الآخر في إفريقيا وآسيا ومنطقة الكاريبي مستعمر، الانتخابات ما كانتش كاع أولوية. حتى سالوا الدبزة عاد بان لهم باللي ممكن تكون فكرة مزيانة يحطوا المكحلة ويهزوا ورقة ويقصدوا الصندوق. الخلاصة هاد العوامل كاملة تجمعات وساهمت باش بنادم يستهلك الديمقراطية وباش نرجعوا للأنظمة الديكتاتورية. هاد الشيء تيبين لك أنهم ما تيديروهاش حبا في المواطن وطمعا في الفاليداسيون ديالو. الانتخابات واقع فرض راسو عليهم، وماشي معقولة يولي التوجه في العالم كامل هو لاعبين اللي ما دارش انتخابات مقحشة
ويبقاو الديكتاتوريين بلاش. ما كاينش ديكتاتور ضابط اموره غيتقبل تكون ماماه قحشه. ولا ما تيقتينيش جرب تقولها لبوتين مباشره وتشوف. بالاضافه لهذا الشيء الانتخابات اداه فعاله لنشر البروباغندا المواليه للنظام. في اللعبه السياسيه كل شيء داير على المظاهر. الديكتاتور خاصو يبان اميكال وتيهتم بحقوق الانسان وببريصات المهدده بالانقراض وتغير المناخ، حيث الاسهل والمربح سياسيا انك تنظم انتخابات مزوره على تحيدها في مره. اسهل تقول بنادم على انك تقنعه باللي تقولب. الانتخابات في هذه الحاله تعطيه صوره بالفلتر وليجيتيميتي داخليه وحتى خارجيه، حيت غيخسر حتى دعم المجتمع الدولي الى بان ديكتاتور. تتنفعو كذلك باش يقطف رؤوس المعارضه ويتهنى من اي واحد سخن عليه راسو وممكن يخلق ليه مشكل في المستقبل. مفيده للنظام باش يحل الداتا ويعرف الشعبيه ديالو فين ناقصه باش يزيد يبامبيها بالمزيد من البروباغندا، بالاضافه لان نتائجها تتكون تكتيك من تكتيكات الانتيميداسيون. منين بنادم تيشوف النظام بكاع كذوبه وتجاوزاته وفساده رابح باغلبيه ساحقه، كل شيء تيرجع اللور ويلبدها خوفا من السحق. في 2006 تعرض فيلم كوميدي ساتيريك وخيال علمي سميتو إيديوكراسي. قصة الفيلم تدور على البطل جو باورز، رجل عادي ذكاء وعلى قد الحال، تيختاروه باش يشارك في تجربة علمية وتيجمدوه في واحد القنت ويسدو عليه. تتفشل التجربة وتتعتقل المشرف عليها وصاحبنا غيتنسى في داك الصندوق. 500 عام من بعد فقد جو من السوبات ديالو ولقى العالم ولا بليد لواحد الدرجة تتخلع. لقى راسو عايش في دولة ديستوبيا رئيسها عنده ايكيو ديال الفتا والمواطنين أكثر منه بلادة. مجتمع تيفضل الاستهلاك والترفيه والراحة وتيعاني من غباء مزمن تيجعلو يغاليري في أبسط ليطاش كنتيجة للتخلي على التعليم والتفكير النقدي والانخراط المدني. الفيلم وخا أحداثه طارية في 2505، العالم اللي عايشين فيه اليوم قرب يحقق نبوءة الفيلم في أقل من 20 عام بعد عرضه، ونهار على نهار غاديو تتحول من فيلم كوميدي لدوكيومنتير. أما في فترة الانتخابات إلا كنتي متتبع للحملات والخطابات والميديا تيولي الفيلم أقرب للحقيقة من الخيال. وبما أن هذا العام سنة انتخابية بامتياز يمكن لك تختار عشوائيا أي قناة إخبارية أو لا تقرأ أي أرتيكل بامبورت على أش من بلاد غتلقى الإيديوكراسي دايرة فيه خبلة. الناس ولاو مرتاحين ومهبطين لاكارد لواحد الدرجة مقلقة، عايشين وسط فقاعات قدوها راسهم دخلوا ليها ولا الساروت، تيقبلوا غير المعلومات سواء كانت صحيحة أو غلطة، المهم هو تكون متفقة مع الآراء ديالهم في تجاهل ونفور من الحقائق. الأغلبية عايشة ديك المعضلة ديال واش هادي 6 ولا 9، زعما هو كول وكل شيء نسبي ومفاتيئة وبيصبروا. كاينه النسبيه وما غنعرفوش حنا التافهين احسن من اينشتاين، ولكن كاين حتى الحقائق. والحقيقه هنا ان ديك 6 ولا 9 كتبها شي حد، وهذا الحد عارف شنو كتب. الحقائق كاينه ولكن مدفونه تحت بزاف تاع الكذوب والتدليس، وحتى واحد ما مستعد يدير مجهود دماغي باش يلقاها. ما حدا ما غادياش مع داكشي اللي تعجبو يسمع. علاش غادي يخدم النورونات اللي ما عندوش باش يحلل الدلائل وهو باستطاعته بكل كسل وخمول يتشبت بمعتقداته؟ توفر هاد البلهاء بكثره في الاسواق هو اللي كره افلاطون في الديمقراطيه. هنا تيدخلوا السياسيين يقتاتوا على هاد البلده وبشويه المواقف المهزوزه القابله لاعاده التدوير حسب المصلحه، وبزاف نتاع الجيمناستيك لينغويستيك تيحولوا البلده لعمله صعبه تدخل حساباتهم البنكيه والايغوسنتريكيه. في 2016 قاموس أكسفورد اختار ما بعد الحقيقة هي كلمة العام. الله يبشرهم بالخير، قالوا لنا أننا عايشين في عصر ما بعد الحقيقة، واتفق معهم في هذا الطرح قاموس كولينز اللي اختار تعبير فيك نيوز. وفي نفس العام مؤسسة راند للأبحاث خرجت تقرير فيه 300 صفحة تيهضر على انحدار الحقيقة وتراجع النقد والتحليل. أشنو اللي كان طاري في هذا 2016 اللي خلى التام يكون هو الفيك والمزور؟ بالإضافة لأنه كان العام فين غنى أمينوكس ماشي بحالهم، وهذه حقيقة ماشي فيك نيوز، حيت كون كان بحالهم كاع ما يدير لي باغ فم ما فيش سنان، ويعتبر راسو مغني وهو صوتو بحال شي وليد سخف في استراحة بعد ما صفتاتو ماماه بلا لانش بوكس. عموما الحدث اللي ماركا فعلا هذا العام كان هو الانتخابات الرئاسية في الأمريكان. أول مشاركة لدونالد ترامب في دوري الكبار ضد الأستاذة هيلاري كلينتون اللي سياستها الوحيدة الواضحة وضوح الشمس في نهار طويل هي أنها مجوجة برئيس سابق، الشيء اللي جعلها خبيرة ومتمكنة في علم الهضا ضايضاي. خدينا التجربة الأمريكانية كمثال فقط، أما هذا الشيء راه جاري به العمل باختو. من أهم تقنيات استغلال البلادة للتلاعب بالجماهير وحشد الأصوات هو التكرار.
واخا تبان لك باللي ماشي منطقيه ان الدماغ يتقبل معلومه غلطه هي حيت تعاودات بزاف المرات، نورمالمون التكرار خصو ما يزيد ما ينقص من مصداقيه المعلومه ومدى تاثيرها على الناس. الا قريتي شي خبر كاذب في الجورنال خاصو يبقى كذوب واخا تقدم منه 20 نسخه. من منظور منطقي وفلسفي التكرار ما تينفعش، ولكن من منظور علم النفس هادشي اللي تيوقع، والتكرار تيأثر في قدرة الناس في الحكم على مصداقية المعلومات والمعتقدات الشخصية. داكشي علاش تتلقى السياسيين في الحملات الانتخابية تيعاودوا نفس الجمل والمصطلحات بنمطية مزعجة، ماشي حيت ما عندهمش الفوكابولير ولا كاين خصص في الكتاب اللي تيوجدوا لهم الخطابات. التكرار هنا تيكون مدروس ومسطر بحال شي سونتر ديال انيستا. نظرية المؤامرة حتى هي من أهم التكتيكات السياسيين والزعماء، تتعاون في سحب الثقة من المؤسسات بحال السلطة القضائية والأنظمة الانتخابية والإعلام. ترامب تيستعمل هذا الشيء في حملاته وتويتاته عبارة عن 90% نظرية مؤامرة والباقي تنمر. في 2020 فاش خسر قدام بايدن قال لهم الدولة العميقة نصبت عليا وخفشوا في الحساب. واخا هذا الادعاء ما كاين ليه حتى دليل، هذا الشيء ما منعش انصاره باش يهيجوا ويهجموا على الكابيتول في جونفي 2021، وحتى بعد ما تابع قضائيا في تهمة الفرود والتهرب الضريبي وبائعات الهواء الخالي من الأكسجين، مازال مصر أنهم يتآمرون عليه وناخبيه متيقينه. هاد الناخبين اللي كلهم ولاو تيعانيوا من آلام العنق تالمو كل مرة خصهم يشوفوا في الجهة الأخرى فاش يبانوا تصاور ترامب في صواريات مع PDD وإبستين. إبستين اللي كان مازال في الحياة كان غيعينه وزير الشبيبة والرياضة حيت عزيز عليه يمارس الرياضة مع الشباب. نفس الحيلة تيستعملها بوتين في خطاباته، ديما هو الضحية وروسيا مسكينة والغرب تيتأمروا عليه. هذاك الغرب اللي كلهم بغاو يوليو مثليين ونباتيين وجلوتين فري. الصراحة عنده الحق في هادي. عقلتي فاش تعطاو الحقوق للسود في الامريكان كل شي ناض بغا يولي كحل. عموما هاد الشيء تيعزز روح الوطنية عند الجماهير وتيخليهم يشوفوا الزعيم ديالهم هو داك البطل اللي تيحارب في الأشرار داخليا وخارجيا. هاد الناس محتاجين جهات تأمر عليهم باش يحملوها مسؤولية أي فشل، وحتى إلا ما كانش عندهم أعداء غيخلقوهم. ولا كفي نظام الجزائر مثال حي وميت. نظرية المؤامرة ما تجذبش غير الأفراد النرجسيين، حتى الجماعات النرجسية تتنغمهم حيت تتأكد لهم العظمة ديالهم وأنهم حسن من الآخرين. داكشي علاش تيتأمروا عليهم باغيين يطيحوهم. تجارة الخوف حتى هي من أكثر التجارات المربحة سياسيا. داكشي علاش غير تيقربوا الانتخابات تيبدا التدليس والتحريض على المهاجرين والأقليات، حيت فاش تيتصارع الخوف والحقيقة في الغالب تيربح الخوف. بحال ترديد جملة أن معدلات الجريمة في ارتفاع، الناس تيتيقوها وتتخلعهم واخا يكون واقع العكس. ترامب كان في 2016 تيستعمل هذا الارغيومون، واخا في نفس الفترة وحسب مكتب التحقيقات الفيدرالي نسبة الجريمة كانت في انخفاض. تجار الخوف عزيز عليهم يربطوا معدلات الجريمة بالمهاجرين. في 2017 مؤسسة غالوب دارت دراسة ولقات باللي 47% المراكنة تيربطوا المهاجرين بالجريمة، وماشي غير في الامريكان. نفس النسب بيناتها استطلاعات الرأي في الانجليز واوروبا. هاد العام مثلا اللي شابك انتخابات يكفي تدخل غير لتويتر غيبومبارديوك بالفيديوهات تدعم هاد النراتيف ويحسوك ان الباكستانيين احتلوا مدينة ليستر ورجعوا لهم الصرف ديال 200 عام من الاحتلال البريطاني. والسوريين في ألمانيا استولوا على مرسيدس وخرجوا طوموبيل سماوها كلاس شاورما أ. المهاجرين فيهم نسبة الناس غوغائيين وجايين من عصر ما قبل الأنسنة والباساج بيتون، ولكن الأغلبية جاية تحسن من ظروفها وتخدم وتانتجرا. أغلبهم تيقلبوا على الأمان والحرية والعيش بكرامة، واللاجئين فيهم هربين من حروب ومشاكل سياسية واقتصادية هاد الدول عندها يد فيها. تقارير والأرقام تتقول باللي المهاجرين أقل ميلا للجرائم من ولاد البلاد. تيرتكبوا جرائم مؤسفة وبشعة، ولكن قليلة مقارنة مع ديك الصورة النمطية اللي تيبغيو يروجوها السياسيين والميديا الموالية لهم باش يبيعوا الخوف مقابل الأصوات. في عصر الديجيتال فين تنعيشوا اليوم، السياسة الحديثة ما بقتش محتاجة بزاف باش تسوق راسها وتوصل للفئة الديموغرافية المستهدفة. لي بلاتفورم والالغوريثم سهلوا عليها الولوجية، ولا السياسي قادر يتواصل مع الجمهور نيشان وينشر الرواية ديالو ويأثر على الرأي العام بلا دوك الوسائل التقليدية. بنادم فاش تيكون مهبط لاكارد وتيسكرولي الريلات بحثا عن الترفيه ودوزة ديال الدوبامين اللي ولا مدمن عليها، سهل انك تدخل ليه مع هادشي اي اجنده بغيتي. داكشي علاش تتلقى بايدن تيشطح في تيك توك
وخا هو بقات فيه غير الرقصة الأخيرة مع زراين، وترامب تيتويتي بسرعة 120 حرف في الثانية، ونتنياهو هو ومرتو سارة ديما تيتعاطفوا مع شي حد. المهم أي واحد تيستحق التعاطف من غير الوليدات الصغار اللي تيقتل جملة. هادشي بلا ما نهضروا على تارجتد ادز ولي كولاب مع لي زانفلونسور والروبوات والميمات، فاهمين ان الالغوريثم خدام بمنطق دي كل واحد على قد عقله. طلع ليه غير داكشي اللي تيبغي يسمع باش تزيد تغرقوا في الايكو تشامبر فين جالس. مثلا الناس اللي تيتفرجوا في فيديوهات استخراج الجن من قادوس مخنوق، الالغوريثم تيديهم على قد عقلهم وتيزيد يطلع لهم فيديوهات بحالها نتاع التوكال واللحسه وولد الانجليزيه اللي خنق القادوس بعد ما تعمل الحسا. ما يمكنش تكون تدير لايك الفيديوهات الشيخ صار والالغوريثم موراها يقترح عليك شكون اللي ترشحوا لجائزه نوبل للسلام هذا العام. ما يمكنش حيت داك السيد وكل ما يدور في فلكه ما فيه حتى ذره نوبل او سليمه. السوشيال ميديا فعلا دارت دمقراطه لحريه التعبير وعطات فرصة لكل واحد يكون عنده صوت ويعبر عليه، ولكن حلت حتى الباب لاستغلال سذاجة الجماهير في نشر الأخبار الكاذبة ونظريات المؤامرة والبروباغندا والروايات اللي تدعم جهة ضد أخرى بغض النظر على الحقيقة. تختلف الديمقراطيات ويختلف ممارسيها، كلهم باغيين يقولوا للعالم احنا هما احسن نسخه. الشينوا تتفتخر بديمقراطيتها الشيوعيه ونجاحها الاقتصادي في الوقت اللي غير مظاهره وحده الا ما قمعوهاش وخلاوها تخرج على السيطره غدير لهم ميسا. الامريكان تتفتخر انها ديمقراطيه مثاليه والعالم خاصو يدير بحالها، مع انهم تيعطيوك لو شوا غير بين جوج الاحزاب، يا اليمين يا اليسار، ما عندكش فين تلف. الا بغيتي غير تقمر على شكون الرئيس اللي غيربح لا كنت طايحه. وتتبقى اكبرهم طلقا للسلوكيات هي اسرائيل فاش تتزيد شله فخرات وتصعيد روائي وتتسمي راسها الديمقراطيه الوحيده في الشرق الاوسط، مع العلم انها دوله مبنيه على فانتازم ديني وتتعامل المختلفين كمواطنين درجه ثانيه. ولكن ما يمكنش ندير فيديو على الديمقراطيه ونناقشوا عده اشكال منها ونساو اكثرهم اضحاكا، وهي النكروكراسيه المتوفره بكثره عند العرب والشمال الافريقيين، فين الزعيم تينسحب من العمل السياسي وتينسحب الثمن الحياه كاع في خطره. مع ذلك تيبقاو الجيوش الخارجه عن التغطيه يمجدوه ومستعدين يعطيو صوتهم لاي شبح ديالو او غير تيشبه ليه. وحتى فاش تيتعرضوا للظلم من طرف الطغاة والفاسدين الحاليين تيندبوا ويبكيو بحسرة على الطغاة السابقين، مع العلم ان هادوك هما اللي سرحوا الطريق لهادو. في البلدان الديمقراطيه المحترمه فين تيحترموا ذكاء المواطن حتى وهما تينصبوا عليه، تيديروا حملات انتخابيه ويوظفوا الخبراء في المانيبيولاسيون ويستعملوا السوشيال ميديا والالغوريثم وتيجيبوا بيونسي تشطح وامينيم يرابي. ترامب تيمشي يخدم نهار في ماكدو وبايدن تيخرج لسانه باش يلحس لاكلاص وتتشد الكاميرا نتنياهو مدلي منه. وتايلور سويفت تتبوستي في انستغرام انها اختارت تدعم كمالا، نفس تايلور سويفت اللي دارت كارير تتغني فيها على سوء اختياراتها. ولكن ماشي هذا هو موضوعنا. المهم هاد الناس تيديروا مجهود ويصرفوا الملاير باش يجيبوا الناخبين، حتى الا ربحوا بالتخوفيش حللوها. اما العطايا اللي تيصوتوا ب4000 ريال لا يسعنا الا ندعيو معاهم بالله يرزقهم المزيد من الهوان والخنوع والانبطاح والنوم على الكروش، ما يفيقوا حتى نكملوا دورة الحياة ونرجعوا العصر ما قبل اختراع الرابوس، حيث للأسف فاقد الحياة لا يعطيه ولكن مقابل 200 درهم تيعطيها. وباش نسالي واخا ونفرقوا هاد الشوقه في انتظار نتائج الانتخابات في الامريكان اللي بقات لها ايام، نبغي نحيد لك السسبنس والترقب من دابا ونقول لك باللي كاع داكشي هو هذاك، ما تستيفوا لهاد الكلبه غير جرو. وسواء داها ترامب او داتها كمالا، الفرق الوحيد اللي كاين بيناتهم ان الاول غيدير مرشح على العالم واقف وهاريس غديرها قاعده. الى عجبتك لا فيديو دير لايك، دير سبسكرايب، دير اللي قال لك راسك.